بدأوا يكسروا أبواب الشقق الطينية والزنازين، ولما البيبان اتفتحت اكتشفوا الصدمة. تخيل بقى معايا المشهد، رجالة كبار، شباب صغيرين دقنهم وشعرهم طويل جدا ومخيف، هدومهم متقطعة، قاعدين على الأرض ورقبتهم وإيديهم ورجليهم مربوطين بسلاسل حديدية تخينة جدا. السلاسل دي من شدتها لحمت في بعضها من الصدى، وسايبة على جلدهم علامات حروق وتسلخات في الجلد من كتر احتكاك المريض بيها، وهو يا عيني بيحاول يفك نفسه. في مكان على الأرض آلاف العائلات بتاخد ولادها المرضى هناك ويسلموهم لرجالة غرب، ويدفعوا لهم فلوس كل شهر عشان الرجالة دول يكتفوهم بسلاسل حديد وجنازير في حيطة في أوضة ضلمة، ويقفلوا عليهم بقفل حديد، ويسيبوهم مرميين على الأرض مش بالأيام، لأ بالسنين. لو المريض صرخ من الوجع أو الجوع، السجانين دول بيدخلوا يضربوه بمنتهى العنف والقسوة. والكارثة إن الأهالي كانوا مقتنعين إن الضرب ده مش لابنهم، الضرب ده للشيطان اللي لابس جسده. الكلام ده كان بيحصل بشكل يومي وعلني وفي وضح النهار. مكان اتعرف في تقارير حقوق الإنسان بجوانتانامو المغرب. النهاردة أنا هاخدك في رحلة لأبشع وأقصى معتقل اتعمل للمرضى النفسيين في تاريخ الوطن العربي كله. مكان ارتبط اسمه بالجن والشياطين وصرخات المظلومين اللي محدش كان بيسمعها. هنفتح ملف معتقل بويا عمر. حضر كوباية القهوة واستعد لصدمة نفسية قاسية جدا، لأن الوحوش اللي في القصة دي مش من عالم الجن. في دولة المغرب وتحديدا مدينة مراكش، على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال مراكش، في إقليم اسمه قلعة السراجنة، وتحديدا في مركز اسمه العطاوية. هناك موجود ضريح قديم جدا مبني من القرن ال16 الميلادي، اسمه ضريح الولي الصالح بويا عمر. في الثقافة الشعبية القديمة المغرب بيتعرف إنه بلد الأولياء، وفي أسطورة متوارثة عبر الأجيال بتقول إن الولي بويا عمر كان رجل صالح وربنا خصه بكرامات وحكمة إلهية. الحكمة دي قادرة على قهر مرضة الجن والشياطين. الأسطورة كبرت لدرجة إن الناس أمنت إن الضريح بتاعه ده مش مجرد قبر، ده عبارة عن محكمة عليا للجن. أي إنسان ممسوس معمول له سحر أسود راكبه شيطان مارد، مجرد ما يدخل ضريح بويا عمر روح الولي بتحاكم الجن ده وبتسجنه وبتجبره يخرج من جسم المريض. ومع مرور الزمن ولأن الوعي الطبي والصحة النفسية في المناطق النائية كانت شبه معدومة، الناس ربطت بين المرض النفسي والعقلي وبين المس الشيطاني. يعني بمعنى أصح، لو شاب جاله مرض فصام وبدأ يسمع أصوات في دماغه، أهله ما بيقولوش ده مريض ومحتاج أدوية وعلاج سلوكي، لا بيقولوا ده مضروب أو ملبوس بجني. ولو شاب أدمن الحشيش أو المخدرات وفقد عقله، بيقولوا ده فيه شيطان راكبه. والحل السحري لكل بقى الحالات دي كان مكان واحد، بويا عمر، الولي اللي هيطرد الشياطين من جسمه. وبسبب الاعتقاد الأعمى ده، القرية الصغيرة الهادية دي اللي موجودة حوالين الضريح اتحولت لقبلة بيقصدها آلاف الناس كل سنة. لحد هنا دي مجرد معتقدات شعبية بنشوفها في دول كتير، بس اللي حصل بعد كده حول الخرافة دي لأبشع تجارة ممكن تتخيلها في دماغك، تجارة اقتصاد الدم. لما يكون عندك مكان بيجيله حوالي 30,000 زائر في السنة، وكل زائر جايب معاه مريض ويائس من علاجه مستعد يدفع أي حاجة عشان ابنه يخف، إيه اللي بيحصل؟ بيظهر المنتفعين. حوالين ضريح بويا عمر ظهرت فئة من الناس بنوا بيوت طينية وعشوائية وسموا نفسهم المحتضنين أو الشرفاء، ودول كانوا القائمين على خدمة الضريح. الناس دي عملت بيزنس قايم على المرض العقلي. تخيل معايا السيناريو، عيلة بسيطة جايبة ابنهم اللي بيعاني من نوبات صرع أو فصام عنيف، بيدخلوا القرية بيستقبلهم واحد من الشرفاء دول بيقول لهم ابنكم حالته صعبة، الجن اللي فيه مارد وعنيد، محتاج يقعد في ضيافة بويا عمر كام شهر لحد ما الولي يروض الشيطان اللي جواه. الأهل كانوا بيوافقوا فورا، والمحتضن ده بيأجر لهم أوضة كبيرة وضلمة وما فيهاش أي مقومات للحياة الآدمية، وياخد منهم أجر شهري بيبدأ من 800 درهم وممكن يوصل ل 3000 درهم حسب الحالة المادية للعيلة. الأهل بيدفعوا الفلوس ويسلموا ابنهم ويمشوا ويسيبوهم أمانة في رقبة السجانين دول. مجرد ما الأهل بيمشوا بيبدأ الرعب الحقيقي، عشان المحتضن ده يضمن إن المريض اللي عنده فصام وهياج مش هيهرب أو مش هيعمل مشاكل. بيعمل إيه بقى؟ بيجيب جنازير حديد سميكة جدا وبيلفها حوالين رقبة المريض أو إيديه أو رجليه، ويثبت الجنزير ده بقفل في حيطة الأوضة. المريض بيبقى مربوط وما يقدرش يتحرك أكتر
أكتر من متر واحد، وبيقضي حاجته في نفس المكان، وبياكل في نفس مكانه، وبينام على الأرض الصلبة في نفس المكان. ولما المريض بتجيله نوبة هياج ويصرخ، السجانين دول كانوا بيدخلوا الأوضة ويمسكوا عصاية وأسلاك وينزلوا عليه ضرب لحد ما يموتوه من الضرب. ولو حد اعترض أو سألهم بتعملوا كده ليه، بيردوا ببرود وثقة: احنا ما بنضربش المريض، احنا بنضرب الجن اللي عليه. وطبعا بيبرروا ده ان هم عشان يقهروا المارد ويعذبوه فيخرج من المريض. المنطق المريض ده خلى قرية بويا عمر تتحول لمستعمرة عذاب فيها أكتر من 800 إنسان مربوطين بالسلاسل في الضلمة، فيهم المهندس والمتعلم والأمي، وفيهم شباب صغير في السن وأعمارهم تقريبا بتتراوح ما بين 30 وال49. والأبشع من السلاسل بقى كانت قسوة الأهل. تقارير وزارة الصحة اللي اتعملت بعدين كشفت كارثة: 24% من المرضى دول، يعني ربعهم تقريبا، عائلاتهم بطلت تزورهم أصلا وسابوهم هناك بالسنين. رموا الفلوس للسجانين وقالوا لهم بقى خليهم عندكم، احنا مش عايزينهم، كأنهم بيتخلصوا من عار في العيلة. السنين بتمر، منظمات حقوق الإنسان تعمل في تقارير، بس محدش قادر يقرب من ضريح بويا عمر. المكان كان عامل زي دولة مستقلة بيحميها الجهل وتواطؤ المنتفعين، لحد ما جينا سنة 2015، السنة اللي ظهر فيها شخص قرر انه يخوض أشرس معركة في تاريخ وزارة الصحة المغربية. قرر انه يكسر السلاسل دي كلها حتى لو اتمن منصبه وحياته. زي ما قلنا السنين بتمر وكلمة بويا عمر بقت بتتردد في أروقة منظمات حقوق الإنسان كأنها وصمة عار، بس محدش قادر يقرب لها. ليه؟ لأن تجار الوهم دول ما كانوش مجرد ناس بسطة، دول كانوا عاملين لوبي كده قوي جدا، بيزنس بيدخل ملايين الدراهم كل سنة للقرية، مقاهي، مطاعم، شقق بتتأجر، محتضنين مستفيدين. وأي محاولة لاقتحام المكان كانت بتقابل برفض مجتمعي من الناس البسيطة اللي مقتنعة ببركة الولي، وإن الحكومة لو دخلت الولي هيغضب وهيسيب بقى عليهم الجن والذي منه. لحد ما جينا لسنة 2014 و2015 وظهر وزير الصحة المغربي الطبيب والأستاذ الجامعي الحسين الوردي. الراجل ده لما مسك الوزارة قرر يفتح الملف اللي كل الوزراء اللي قبله قفلوه. الحسين الوردي عمل حركة ذكية جدا، بدل ما يدخل بصدام مباشر ويقول أنا هقفل المكان، عمل دراسة ميدانية سرية للضريح، بعت فرق طبية عملوا تقارير عن عدد المرضى، حالتهم، ظروفهم المعيشية، ونسبة اللي بياخدوا علاج طبي منهم قد ايه، واللي طلعت أقل من 30%. ولما الوردي جمع الملفات دي ووقف قدام الكاميرات والبرلمان المغربي، شاف حجم المعارضة اللي مستنياه، منتفعين بيهددوه، مقالات بتهاجمه، وناس بتسأله انت هتعمل ايه ب 800 مريض عقلي خطير ومتهيج؟ لو طلعتهم من هناك مستشفيات الدولة مش هتستحملهم ولا هتستوعبهم. بس حسين الوردي كان حاسم، اما انا واما بويا عمر. الوزير ده حط مستقبله السياسي كله في كفة، وحياة ال 800 إنسان المربوطين في الضلمة في كفة تانية. وقال للحكومة احنا في القرن ال21، مستحيل نقبل ان مواطن مغربي يتربط بسلاسل حديد زي العبيد ويتعذب بحجة الجن. الوزارة وبدعم من الدولة أطلقت عملية وطنية ضخمة جدا سمتها عملية كرامة. الهدف كان واضح: اقتحام قرية بويا عمر، فك الجنازير، تحرير كل مريض وتوزيعه على مستشفيات الأمراض العقلية والحكومية. بس العملية دي ما كانتش بالسهولة دي كانت محتاجة تجهيزات زي تجهيزات الحروب كده. يوم الخميس 11 يونيو 2015 فجأة هدوء القرية ده بيتقطع بصوت صراين أسطول ضخم جدا نزل على المنطقة. الوزارة ما بعتتش مجرد عربيتين إسعاف، الوزارة جهزت جيش أبيض حقيقي، أكتر من 70 سيارة مجهزة بالكامل، 34 طبيب أمراض نفسية من أكفأ أطباء المغرب، 122 ممرض وممرضة، وعشرات من رجال الأمن والمساعدين الاجتماعيين. الأسطول ده دخل القرية وبدأ التحرير. الدكاترة والممرضين بدأوا يكسروا أبواب الشقق الطينية والزنازين، ولما البيبان اتفتحت اكتشفوا الصدمة. تخيل بقى معايا المشهد: رجالة كبار، شباب صغيرين دقنهم وشعرهم طويل جدا ومخيف، هدومهم متقطعة، قاعدين على الأرض ورقبتهم وإيديهم ورجليهم مربوطين بسلاسل حديدية تخينة جدا. السلاسل دي من شدتها لحمت في بعضها من الصدى، وسايبة على جلدهم علامات حروق وتسلخات في الجلد من كتر احتكاك المريض بيها، وهو يا عيني بيحاول يفك نفسه. روايح الأوض كانت لا تحتمل. الدكاترة جابوا مقصات حديدية
عملية ضخمة جدا، وبدأوا يقصوا الجنازير اللي على رقبة المرضى اللي كان فيهم ناس ما شافتش الشمس بقالها 10 سنين. كانوا مذهولين، في منهم اللي كان بيبكي، وفي اللي كان بيضحك بهستيريا، وفي اللي كان من كتر الانفصال عن الواقع مش فاهم هو فين ولا ايه اللي بيحصل. الفرق الطبية أخدتهم فورا وركبوهم عربيات الإسعاف عشان يبدأوا رحلة النقل لأكتر من 20 مستشفى ومصلحة حكومية في مختلف مدن المغرب. عملية كرامة قدرت في أيام قليلة إنها تحرر 795 بني آدم. الوزير حسين الوردي وقف قدام الإعلام ونظرات الانتصار في عينيه، وبدأ يعلن إن بويا عمر اتقفل للأبد كمعتقل للمرضى، وصور المرضى وهم بينزلوا من عربيات الإسعاف للمستشفيات، والصور انتشرت في كل حتة كرمز لنهاية الظلم ده. لحد هنا القصة بتبان إنها نهاية سعيدة جدا، بس الصادم واللي حصل بعدين هيخليك تسأل نفسك، هل اللي عملته الوزارة ده كان بجد إنقاذ ولا كان نقلة من جحيم لجحيم تاني ألعن منه؟ الرعب الحقيقي اللي واجهوه المرضى دول ما كانش جوه بويا عمر، الرعب الحقيقي كان مستنيهم في الواقع الجديد. الكاميرات مشيت، الأخبار خلصت، ال 800 مريض اللي اتوزعوا على مستشفيات المغرب دخلوا عنابر نظيفة، سراير بيضة، أطباء بياخدوا بالهم منهم. بس الحقيقة المرة إن البنية التحتية ما كانتش مستعدة تستوعب العدد المهول ده من الحالات الصعبة والمزمنة في يوم وليلة. خلينا ناخد مثال واحد بس، مستشفى الرازي للأمراض العقلية في مدينة وجدة. المستشفى ده استقبل عدد كبير جدا من نزلاء بويا عمر. المستشفى أصلا كانت طاقتها الاستيعابية حوالي 60 سرير، وفجأة لقت نفسها مطالبة بعلاج أضعاف العدد ده. النتيجة كانت اكتظاظ مرعب، المرضى بقوا يناموا على الأرض في الممرات، الدكاترة بقوا بيشتغلوا فوق طاقتهم بمراحل، الأدوية المهدئة مش مكفية. المشكلة الأكبر ما كانتش في السراير، المشكلة كانت في طبيعة المرضى نفسهم. دول مش مرضى عاديين لسه بادئين علاج، دول ناس عاشت 10 أو 15 سنة مربوطة في سلاسل وجنازير، ناس فقدت أبسط مهارات التواصل البشري، وناس تانية كانت مدمنة مخدرات. لما الناس دي دخلت المستشفى واتفكت من السلاسل وبدأوا يتحركوا بحرية وسط مرضى تانيين عاديين، حصلت حالات هياج وعنف شديدة جدا. مرضى بويا عمر بقوا بيضربوا المرضى التانيين وبيعتدوا على الممرضين نفسهم. الدكاترة لقوا نفسهم في ورطة، هم مش قادرين يسيطروا عليهم بالعلاج السلوكي، فبيضطروا يدوهم جرعات كبيرة جدا من المهدئات والأدوية النفسية القوية عشان يفضلوا نايمين أو شبه متخدرين طول اليوم. يعني باختصار المرضى دول اتنقلوا من سجن الجنازير الحديد في بويا عمر لسجن الكيمياء والأدوية المخدرة في المستشفيات الحكومية. كرامة اللي الوزارة وعدت بيها اصطدمت بواقع مرير، المستشفيات ما بقتش قادرة تتحمل، فقررت تلجأ للحل التاني، استدعاء العائلات. وزارة الصحة بدأت تتصل بعائلات ال 800 مريض دول، وهنا بتحصل المفاجأة التانية. لما الوزارة اتصلت بالأهالي عشان يستلموا ولادهم، تفتكروا إيه اللي حصل؟ هل الأهالي جريوا على المستشفيات عشان يحضنوهم بعد السنين دي كلها؟ أكيد لا. الصدمة إن نسبة كبيرة جدا من العائلات دي رفضوا تماما إنهم يستلموهم. أيوة زي ما سمعت كده، أهالي قفلوا التليفونات، وأهالي غيروا أصلا أرقامهم، وأهالي تانية قالوا للدكاترة في وشهم إحنا مش عايزينهم، خلوهم عندكم أو ارموهم في الشارع. المشكلة الأساسية ما كانتش في الجهل بالجن ولا في جشع المحتضنين، المشكلة الحقيقية والكارثة الأخلاقية كانت في العائلات نفسها. الأهالي اللي كانوا بيدفعوا 1000 درهم كل شهر ولا 800 درهم في بويا عمر ما كانوش بيدفعوا عشان يعالجوا ولادهم، هم كانوا بيدفعوا ثمن إخفاء العار. كانوا بيأجروا مكان يقفل على ابنهم المريض عشان الفضيحة وعشان ما يقرفهمش ويزعجهم في بيوتهم. بويا عمر كان بالنسبة ليهم مزبلة بشرية بيرموا فيهم كل اللي بيتكسفوا منه. ولما المستشفيات يأست من الأهالي ولأن القانون ما يسمحش بحجز مريض نفسي مدى الحياة في حالة إن حالته مستقرة بالأدوية، المستشفيات قررت إنها تخرج أعداد كبيرة جدا منهم للشارع. والنتيجة في السنين اللي تلت 2015 لحد 2026 شوارع مدن كتيرة جدا في المغرب زي الدار البيضاء ومراكش اتملت بمشردين ومختلين عقليا بيمشوا في الشوارع وبيناموا على الأرصفة. مرضى بويا عمر اللي الوزير حررهم بقوا أحرار فعلا، بس أحرار في إنهم يتشردوا ويتعذبوا ويموتوا في برد الشوارع بدون أي رحمة، لدرجة إن بعض الأهالي وبعض المرضى النفسيين اللي وعيهم رجع لهم شوية طلعوا في مقابلات صحفية قالوا يا ريت بويا عمر يرجع، على الأقل هناك كنا بنلاقي حيطة دارينا وأكل يسد جوعنا، حتى لو الثمن كان سلسلة في رقبتنا. لما الحرية بتبقى معناها التشرد والموت البطيء، السجن بيبقى أرحم بكتير. قضية بويا عمر بتعلمنا درس قاسي جدا، إن الوحش الحقيقي مش الجن اللي راكب المريض ولا النصاب اللي بيربطه بسلسلة، الوحش الحقيقي هو المجتمع والأهل لما يقرروا يتخلصوا من ولادهم عشان خايفين من كلام الناس أو لأنهم حتى زهقوا من مشاكلهم. لو كل المبالغ المادية اللي اتدفعت للسجانين بتوع بويا عمر
عمر كانت اتدفعت في مصحات طبية ولا علاجية وبرقابة الأهل والزيارات المستمرة، المريض أكيد كان هيتحسن والحال كان هيبقى أحسن من كده بكتير، وأكيد كان هيبقى في حالات كتير شفت تماما وحالات على الأقل استقرت. ولحد ما نتقابل في قصة جديدة هستنى رأيكم في الكومنتات. سلام.